السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير. طيب، معنا شرح النهاردة هيكون عن أفضل نسخة واتساب في المجال، فيها عكس رسائل وفيها منشن جماعي وفيها كل المميزات اللي انت تحبها. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على شرح النسخة. طيب، أول حاجة كده انت لو فتحت النسخة تفتح معاك بالخلفيات الفيديو الجمدان دي. عندك كده طبعا أول خلفية، وعندك انا طبعا اللي هي تاني خلفيه، وعندك انا طبعا تالت خلفيه بمناسبه ان رمضان قرب اهوت وكل سنه وانتم طيبين. وعندك انا طبعا دي الخلفيه الرئيسيه اللي انت طبعا لو مش عايز تحط اي حاجه، بس انا افضلك يعني بيبقى شكلها حلو ورايق كده، دي حاجه ترجع لك في الاخر. تمام، تعال كده لو دخلت على الشات، عندك انا طبعا اول خلفيه فيديو، وعندك انا طبعا تاني خلفيه فيديو، وعندك انا طبعا تلات خلفيه فيديو، وكلهم حرفيا فيديوهات جمدان. غير بقى التساقط اللي في النسخه ده حاجه حرفيا اقسم بالله طرش من الاخر. وعندك انا طبعا عندك كده طبعا شكل الايمو ايفون اهوت. تمام، تقدر طبعا ان انت تتفاعل باي ستيكر على الرساله مثلا. طيب اهو، زي ما انت شايف كده التفاعل بتاعك اهو، يعني عندك اتنين تفاعل باي ستيكر. تمام، وعندك كده طبعا التذكر، عندك كده طبعا القلب واللايك والكلام ده كله. وعندك كده طبعا النسخه بتغير صوتك، وعندك كده بتصنع رابط تواصل، وعندك هنا بقى كل المميزات معاك دي. طب لو خرجت كده، عندك كده طبعا اللي هي خفايا الشتات، وعندك كده طبعا وضع الطيران، وضع الليلي، وضع الشبح. بعد كده طبعا التلات نقط دولت اللي هي الخصوصية والتحديثات والإضافات وجدولة الرسائل والرد التلقائي وإعادة التشغيل ورسالة الرقم غير محفوظ. محدش يستعمل الميزة دي لأنها ممكن تحذر رقم. وعندك هنا طبعا رسالة جماعية، مجموعة جديدة، مجتمع جديد، مميزة بنجمة، قراءة الكل، الإعدادات. طيب كده انت تعالى كده لو دخلت على الإضافات، عندك كده طبعا شكل الإضافات يعني حاجة جمدان أقسم بالله. تمام، عندك هنا طبعا الإضافات والحماية والخصوصية والسمات والإعدادات، كل ده هشرحه لك دلوقتي. طبعا عندك هنا الحماية الخصوصية، عندك هنا طبعا دي إعدادات البلس اللي كلنا عارفينها، اللي هي إخفاء آخر ظهور، تجاوز المشاهدة مرة واحدة، إخفاء إن الرسالة محولة، إخفاء عدد الرسايل والإعدادات دي. عندك هنا طبعا السمات، عندك هنا طبعا تحميل سيم وتطبيق سيم. طب لو أنت عايز تحمل أي سيم، عندك حرفيا سيمات كلها جمدان. وعندك هنا طبعا الإعدادات العامة، تقدر طبعا إن أنت تخلي الوضع أيفون. تمام، وبرضو الخط تقدر تخليه أيفون. وعندك هنا طبعا الألوان، تقدر إن أنت تحط خلفية في الواجهة اللي هي الخلفية دي. وعندك هنا طبعا النسخ الاحتياطي والإعدادات. عندك هنا الشاشة الرئيسية، عندك هنا البار العلوي والأسطر والأنماط والزر العام والحالات وما تم الاتصال به بكثرة وإخفاء الأرقام الغير محفوظة. طب لو أنت عايز عندك أرقام غير محفوظة وعايز تخليها مخفية، بتضغط على الزرار ده بتتخفي معاك. تمام، وعندك هنا طبعا الشاشة الرئيسية والإشعارات وإدارة الرسائل وإعدادات الوسائط ومسارات التنقل والنسخ الاحتياطي والتنظيم. طب لو دخلت كده على الإضافات، عندك هنا طبعا حول التطبيق، طيب النسخة آخر إصدار. تمام، والتحديثات بتاعتها هتنزل على قناة الرسمية، قناة متمرد المشاغب. وعندك هنا طبعا قسم الجمدان، عندك هنا طبعا منشن الجماعي، وعندك هنا طبعا علامة للروابط المشبوهة، وعندك هنا تعطيل أيقونة الجيف، وعندك هنا طبعا تعطيل أيقونة الجيف في الصفحة الرئيسية، معرفة من يعطيك أو يزيل منك الأدمن، إلغاء إشارة المنشن، تقليل حجم النص، مضاد التهنيج، مضاد تهنيج النص، مضاد التأخير فيرجن واحد، مضاد التأخير فيرجن اتنين، نص فارغ، مضاد التهنيج، علامة توثيق انستجرام، مضاد التهنيج شامل، تقليل النص، منع ضد الردود، إلغاء جهاز الاتصال، إلغاء تهنيج جهاز الاتصال، عدم استقبال أي ملصقات. وعندك طبعا صفحة الويب. عندك طبعا لو خرجت كده، وأول جزء من باسورد النسخة اللي هو يكون 30، أول جزء من باسورد النسخة يكون 30. طبعا عندك هنا قسم الإضافات، عندك هنا طبعا وثق رقمك من الحظر، إلغاء عرض حزمة الملصقات، عندك هنا عكس الرسائل لحظر الأرقام، إلغاء الموقع، تقليل أعطال الذاكرة، تقليل أعطال الذاكرة في فيرجن 2، الحماية من حماية واجهة النظام، إلغاء تأخير الإشعارات، إعادة توجيه أكتر من مرة، إخفاء الأرقام الغير محفوظة. عندك هنا طبعا إخفاء عرض الشتات، حدد أحرف الاسم، حدد أحرف الحالة، إرسال رسالة بدون قراءة، منع تهنيج الصفحة، وضع الحماية، إلغاء قيود الصور. وعندك هنا طبعا حظر الصور. تمام، وعندك هنا طبعا قسم المستندات، وعندك هنا طبعا الإعدادات الوهمية اللي هي أدمن وهمي وزيادة الرقم ومشاهدة الحالات فيرجن واحد وفيرجن اتنين وفيرجن تلاتة. تمام، وعندك هنا طبعا قسم الحماية، تعطيل تهنيج البوت، تهنيج البوت، عندك هنا تهنيج عن طريق الدعوة، مضاد بوت 2024، مضاد أخطاء البوت، إلغاء تهنيج ال SQL، مضاد ضد القيود. طبعا انت مش هتفعل اي زرار من الزرار دي لان النسخة حرفيا شغالة بدون تهنيج وبدون اي حاجة. عندك هنا طبعا مؤثرات التنقل، عندك طبعا زي ما انت شايف تقدر تختار المؤثرات اللي انت عايزها.
وعندك هنا طبعا اعدادات الايفون. ده بقى انت عايز تجرب الحاجات دي كلها، تختار شكل الشات والحاجات دي والمؤثرات وكل الحاجات دي، جرب انت بقى مع نفسك. تمام. وعندك هنا طبعا قسم تفكيك الريكورد فيرجن 1 و2 و3 و4 و5، تقدر طبعا ان انت تفك الريكورد لاي رقم انت عايزه. تمام. وعندك هنا طبعا اللي هو النسخ الاحتياطي. وعندك هنا طبعا قناة اليوتيوب، ما تنساش انك تشترك فيها عشان خلاص عايزين قربنا على 7000 اخ واخت. طيب لو خرجنا كده ودخلت طبعا على الاعدادات والوسائط، عندك هنا طبعا ارسال صور بوضوح عالي، وارسال فيديو بوضوح عالي، وارسال صوتيات اكبر من 16 ميجا بايت، مشاركة الصور بلا حدود، مشاركة المستندات بلا حدود، زيادة حجم الحالة، عرض الاستوديو. وعندك هنا ايقاف معاينة الوسائط، وعندك هنا اخفاء الوسائط من المعرض لو انت طبعا مش عايز اي حاجة تنزل المعرض. تمام. وعندك هنا طبعا اللي هي مؤثرات التنقل بقى. عندك هنا طبعا تأثير زي ما انت شفت كده في اول الفيديو، الحاجات اللي بتنزل في الشات دي طبعا بتنزل، تقدر تفعلها من هنا، تختار مثلا اي حاجة انت عايزها، بيظهر معاك الاشكال كلها وانت بتختار اي شكل وبتعمل حفظ. وعندك هنا طبعا تختار الكثافة بتاعته والسرعة مثلا بتاعته دي، طبعا بيتساقط زي ما انت عايز. تمام. وعندك هنا طبعا لو خرجت، عندك هنا الويدجت، وعندك هنا الخلفية، وعندك هنا طبعا التحديث بتاع النسخة هينزل تلاقيه على قناتي في الموقع الرسمي. وعندك هنا طبعا حول التطبيق، وعندك هنا طبعا مشاركة تطبيق الأم. وبس كده يا صديقي، خد آخر جزء من باسورد النسخة اللي هو هيكون 50. آخر جزء من باسورد النسخة هيكون 50. وبس كده نكون وصلنا لشرح الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ورمضان كريم عليك يا صديقي، اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.